وصفتنا النهارده هي أصلها روسي، الوصفة حلوة وطعمها حلو وطعمها مختلف، مش متعودين إن احنا ناكل بسكوت يبقى قوامه كده يشبه الكيك أكتر من هو بسكوت، طعمه حلو قوي وهو ده البسكوت الروسي. هنعمله مع بعض، وبيضة واحدة هتعملي 50 قطعة بسكوت، قوامه كمان طري جدا مش زي البسكوت الناشف. كمان هنعمل له جليس سهل قوي وطعمه حلو ومكونات بسيطة جدا، كمان طعمه حلو، الجليس طعمه حلو قوي بيفرق فيه، يعني ما تكسليش تعملي الخطوة دي. أول حاجة أنا معايا 3 كوبايات دقيق إلا ربع، أنا تقريبا باخد كوباية إلا ربع دقيق في الأول وبحط عليهم تلتين كوب حليب دافي يعني تقريبا بيغلي. بعد كده هقلبهم مع بعض وهنزل عليهم بكوباية سكر واقلبهم كده كويس جدا مع بعض لغاية بحس ان شوية السكر داب او اختفى بقاش باين حبيبات. بعد كده هنزل عليهم 3 معالق كبيرة زيت وكمان 1 صفار بيضة. طبعا كل المكونات بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ. هقلب كده كل المكونات دي كويس جدا مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا وهقلبها كده كويس قوي مع بعض. بعد كده هحط عليهم نص كوباية كاكاو خام وهقلبهم مع بعض. بعد كده هننزل بالدقيق بالتدريج علشان بيفرق من نوع دقيق للتاني على حسب امتصاص السوائل. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من البيكنج صودا وهقلب كده. انا هلم العجينه مش هعجن، انا مش عايزه العجينه تنشف، ده هيبقى بسكوت طري مش عايزاه يبقى ناشف. هرش كده السطح اللي هشتغل عليه برشه دقيق، وبعد كده بالنشابه برده هديها رشه دقيق علشان ما تمسكش في العجينه، تبقى سهله معايا وانا بفرد. هبدا اشكله على الشكل اللي انا عايزاه، ممكن بكوبايه باي قطاعه، ممكن تقطعيه بالسكينه تعمليه صوابع. انا مش بقطعه تخين علشان هو لسه لما بيدخل الفرن بيتخن شويه عشان البيكنج باودر وبيكنج صودا اللي فيه خلي ارتفاعه قليل يعني مش كبير قوي. بعد كده هجيب عندي صينيه الفرن ومجهزاها بورق زبده ومديها مسحه زيت. طبعا انا الفرن مشغلاه على درجه حراره 120، الرفل في النص. تقعد بالظبط 10 دقائق، ممكن بعد 10 دقائق تختبريها بخله او بظهر سكينه، لو طلعت معاكي نظيفه يبقى هو كده استوى. بعدين هسيبه يبرد تماما قبل ما نعمل الجليس. والجليس الاصلي بتاع الوصفه دي هو عباره عن كوبايه سكر بودره وعليها بياض بيضه و3 معالق كبار عصير ليمون. مش كل الناس تتقبل ان هي تاكل بياض ني، فالبديل بتاعه زي ما انا عملت ميه. هبدا انزل كده بميه بالتدريج، انا مش عايزه الجليس برضو يبقى خفيف علشان ما يسحش من على البسكوت او ما ينزلش، فهقلب كده بالتدريج، ببتدي احط شويه صغيره بشويه صغيره. شايفين قوامه عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. ونقدمه بقى الشكل اللي تحبيه، مع كوبايه شاي مع كوبايه قهوه، بيبقى حلو برضو عشان الكاكاو اللي فيه بجد طعمه حلو قوي وطعمه مختلف كده عن البسكوت اللي احنا متعودين ناكله. شايفين شكله حلو، كمان التسويه بتاعته مظبوطه جدا. شايفين ان هو شكله يشبه جدا الكيك مش البسكوت. شايفين من جوه قد ايه طري وفلافي جدا. حاسه انكم تجربوه وتقولوا رايكم.